عناصر كتير، نقط كتير بتؤدي لفشل المول التجاري وعدم الاستثمار. طب لو موجود استشاري إدارة وتشغيل هو دوره حل المشاكل دي كلها. MRB هي شركة استشارات الأصول العقارية أو استشارات المولات التجارية والمشروعات التجارية والأصول العقارية. بنشارك في الاستشارات، بنساهم في التصميم، بنتأكد إن هو قابل للتشغيل وجاهز، وكمان بنشارك في مرحلة التنفيذ، وبنشارك في مرحلة الهاند أوفر، بنشارك في أهم مرحلة تخص المستثمر، مرحلة التسكين، وكمان في مرحلة التشغيل. فلو مفيش وانا بختار مكان كويس ومطور كويس وسعر كويس وطريقه دفع كويسه، مفيش عندي استشاري اداره وتشغيل، انت مش هتكمل الاستثمار بشكل كويس. ده مايند ماب. هنا هنتكلم عن الحياة والبزنس، إدارة، مبيعات، تسويق وغيرها من المجالات. مايند ماب هو مكان هنسمع فيه وجهة نظر عقول مميزة وعندها معلومة حقيقية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مايند ماب. النهاردة معانا عقلية مميزة جدا، CEO لشركة MRB، شركة متخصصة كاستشاري لإدارة المرافق والأصول العقارية. باشمهندس محمد راشد، أنا مبسوطة النهاردة بوجود حضرتك معانا. اهلا بيك. حابة بقى أعرف فكرة جت منين إن احنا نعمل شركة استشارية في فكرة التشغيل بتاع الأصول العقارية عامة. الاول انت شرفت بيكي، شرفت ببرنامجك الجميل يعني، ومجهودك الله باين يكرمك. في الدلتا كلها يعني. الله يكرمك. الفكرة جت منين؟ الفكرة جت من وجود مشاكل في القطاع دوت. القطاع ده كله مشاكل، قطاع الاستثمار العقاري والتطوير العقاري. المشاكل اللي موجودة فيه هي عدم نجاح شركات الإدارة في وقت إدارة المول، بسبب إن مش موجود من الأول رؤية واضحة للمطور إيه دور الشركات دي، ولا للمستثمر إيه فايدة الشركات دي. فهي المشكلة جاية من هنا، وده اللي خلانا إحنا كإم آر بي نطرح الابروتش ده أو المذهب ده أو الكونسبت ده أو الفيجن دي في الماركت من 2019. وكان حظنا حلو لان كان يعني بداية العاصمة الإدارية اللي محتاجة النوع ده من الاستشارات. وطبعا هي كل المطورين محتاجين الخدمة دي، ولكن كانت الفرصة بعد فضل ربنا كويسة جدا عشان نظهر الدور دوت بينجح ازاي. صناعة العقار سواء التجاري او السكني لا غنى عن استشاري الإدارة والتشغيل، ولا غنى عن الدور اللي هدف المطور وهدف المستثمر في إنجاح عملية التطوير والاستثمار. في الآخر خالص لازم هيلاقي نفسه بيصطدم بمرحلة هنشغل إزاي، هندير إزاي، هنستثمر إزاي. ده بيبقى بالنسبة لمشاريع تجارية وسكنية ولا سبيشالايزد في حاجة معينة؟ هو احنا متخصصين فعلا، او يعني كان لنا الحظ في اكتر من 80 مشروع بالنسبة للتجاري يا ما شاء الله. والسكني كمان، ولكن الكوميونيتي اخطر في موضوع الاستثمار. كوميونيتي زي الكومباوندز مثلا. والمنتجعات والريزورت والحاجات ديت، لان الاستثمار بيمثل او محفظة الاستثمار بتمثل في القطاع ده 7% من الدخل القومي عامة يعني. ف7% ده رقم كبير جدا. وطبعا المستثمرين بيلجأوا للعقار سواء سكني او تجاري، ولكن حتة ان هو يكسب من العقار بدون دراسة مين اللي هيشغل ومين اللي هيستثمر، المكسب ما بيبقاش كويس جدا. ده اللي بيخلي الميجا ديفلوبرز صنعوا اسم في حتة ازاي بيديروا وازاي بيشغلوا. وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان الفكرة جاية في ان سواء عملت مول تجاري او عملت كومباوند سكني، في الاخر خالص المرحلة الاهم والاكبر هي الادارة والتشغيل. خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة عشان انا برضو افهم منك بشكل اكتر. ايه هو التشغيل؟ لو بسطنا الاكسبريشن ده او المعنى ده في ريل استيت اندستري، لو جينا نقول لا التشغيل في الريل استيت اندستري هو تحويل التطوير الى استثمار عن طريق تشغيل. حلو. بمعنى لو بسطنا اكتر يعني، كنا زمان بنقول او ما زلنا بنقول في المشروعات التجاريه خد شغل لي فلوسي.
طب انا هشغل لك فلوسك ازاي وانا مش دارس اقتصاد للمنطقة اللي فيها المشروع اساسا، او نوعية الخدمة اللي انا مفروض اقدمها عشان اشغلك فلوسك، او يعني هجني ازاي ارباح لو انا مش دارس الكلام ده. زي ما قلنا ان احنا لما جينا نشتغل في الكونسبت ده، الكونسبت ده مفهوم وغلط في مصر، وكان بقاله 20 سنة في مشاكل راجعة للحتة دي، اللي هو هنشغل الفلوس من غير ما نعرف ازاي نجني ارباح او ننجح المول. نجاح المول ده ليه عوامل كبيرة جدا، اهمها ان انا ما اجيش بعد ما المول يبقى موجود. من اخطر الحالات دي ان احنا حصل على مدار 20 سنة المطورين العقاريين يبنوا المول وبعدين يجيبوا شركة إدارة. يعني شركة الإدارة من المفروض أصلا موجودة من قبل بناء المول. صح، بس اه موجودة بشكل حقيقي. أنا آسف لكلمة حقيقي، ولكن مش موجودة بشكل فيك وهمي. بمعنى بمعنى ان انا ما ينفعش امضي مع شركة الادارة واتصرف براحتي كمطور في المول، بعدين اجيب شركة الادارة. ده بنشوفه في مشاريع كتير. طب ما هو ده اللي بيحصل، وده نتج عنه على مدار 20 سنة ايه؟ ان احنا دلوقتي الكونسبت ده اللي احنا بنتكلم عليه، هي دي المشكلة اللي بنقابلها في السوق العقاري، مش مع كل المطورين، مع بعض المطورين. الحمد لله ابتدت الثقافة تتغير، ان هو بيمضي مع شركة الإدارة عشان يبقى عنده الستيك هولدرز في الواجهة قدام الانفستور او المستثمر. طب فين بقى شركة الإدارة بدورها الحقيقي، او استشاري الإدارة والتشغيل اللي هو زي MRB بدوره الحقيقي المشارك في كل المراحل؟ معظم المطورين بيلجأوا ان هو يجيب وانواع شركة الإدارة هنبقى نتكلم عنها كتير، يجيب شركة إدارة ويمضي معاها، وبعدين لما يخلص المول يجيبها. وهنا هو اللي بينتج عنه المشاكل الكبيرة جدا. لو أنا مش موجود في كل المراحل، المرحلة الاستشارية، المرحلة التنفيذية، مرحلة الهاند أوفر، مرحلة التسكين، مرحلة التشغيل، هو ده المعنى الحقيقي الاستشارات اللي احنا بنقدمها. والمعنى الحقيقي المعنى كلمة MRB، استشاري الإدارة والتشغيل. لازم أكون involved في كل خطوة، مش قاعد في المكتب بس، لا أنا موجود في الموقع، موجود وإحنا بنختار أصول المول اللي هي بتساوي أكتر من 65% من ميزانية المول، وهي اللي تخص أو ده مال المستثمر. فأنا لو مش مختاره ازاي هشغله؟ هي دي بقى يعني النقط الغريبة اللي أنا كمحمد راشد مش فاهمها من المطور. يعني أنا لو مش موجود بختار معاك الأسانسير والسلم، أصول أسيت بتاعت المول، ونظام التكييف اللي هو بيبقى مدروس لحاجات كتير أساس تخص الشغل. من أول نوع المول. يعني إزاي أنا هاجي أدير؟ ما أنا هفشل. ما أنا هو ده الفشل اللي موجود، الفشل الإداري اللي موجود في القطاع ده، إن أنا مش موجود في كل المراحل. وفي حالات أعتقد يعني مولات كتير أخدت نفس السيكونس ده، إن هو بنى وخلص طبعا بعد كده بدأ يدور على شركة تشغيل. طبعا. ف هنا فرق، دي شركة خدمات اللي بيدور عليها، دي مش استشاري إدارة وتشغيل. في فرق بقى ما بين الاستشاري تشغيل طبعا طبعا وشركة الخدمات. طبعا. طب يعني لو توضح لنا برضو النقطة دي. بص، في مصر عامة أنواع الشركات دي كتير، وده اللي حاصل لخبطة ما عند المستثمر وعند المطور. أركان التطوير العقاري والاستثمار العقاري اتنين: مطور عقاري ده بيطور، مستثمر عقاري بيستثمر. فلو قلنا الاتنين دول مش فاهمين الحتة دي، هو ده اللي بقاله كتير جدا في الماركت عامل فشل في الجزء بتاع الاستثمار العقاري. وانت لو سألت اي مستثمر عقاري ايه اكبر مشكلة بتقابلك بعد استلام وحدتك، هيقولك التشغيل، يعني مظبوط. الاستثمار. مظبوط. طب الاستثمار ده بقى لو مش مدروس، هو ده اللي بنقول. خلينا نبدأ الأول نتكلم على إيه أنواع شركات الإدارة. طيب احنا عندنا في السوق المصري 4 أنواع: شركات استشارات، ودي هي اللي بتقدم استشارات للمطور في الأصول العقارية أو المشروعات التجارية والأصول العقارية. شركات البروبرتي مانجمنت، ودي اللي بتدير الأصول العقارية والخدمات. شركات الخدمات عندنا 4 أنواع. في شركات متخصصة اللي هي
ليها علاقة بالفيندورز او السبلايرز اللي بتقدم مكونات المول او الكومباوندز للمطور يعني. MRB هي شركة استشاري، هي احنا النوع احنا الأول. احنا من النوع الاول، وهو استشارات الاصول العقاريه او استشارات المولات التجاريه والمشروعات التجاريه والاصول العقاريه، سواء مولات تجاريه او كومباوندز واصول عقاريه. وهي بتقدر بقى الشركات الاستشارية بتقدر تدي السكوب الكامل بتاع باقي الشركات. احنا بقى اللي بنقدر ننفذ، احنا من الشركات اللي بتنفذ السكوب الكامل، زي ما قلنا السكوب الحقيقي على الارض بكل مراحله. يعني بنشارك في الاستشارات، بنساهم في التصميم، بنتأكد ان هو قابل للتشغيل وجاهز، وكمان بنشارك في مرحلة التنفيذ، وبنشارك في مرحلة الهاند اوفر، بنشارك في اهم مرحلة تخص المستثمر، مرحلة التسكين، وكمان في مرحلة التشغيل. طيب 7 مراحل. يعني لو شركة مطورة عقارية، هل هي يعني هتحتاج ان هي تتعاقد مثلا مع شركة MRB وترجع تتعاقد تاني مع شركة خدمية، ولا ده بيغني عن ده؟ ما هو ده الفرق، ان احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا من الشركات القليلة اللي بتعمل السكوب الكامل، حلو جدا. اللي هو لا، احنا في مرحلة الإدارة والتشغيل هي دي شركات الخدمات دي، يا اما احنا بنجيبها عندنا بتبقى جوانا ان هاوس جوه MRB، يا بتبقى اوت سورس. حلو جدا. فاحنا بنجيبها وفقا للستاديز والاف ام استراتيجي، او الاستراتيجيه اللي بنحطها لاداره المرافق من البدايه المناسبه لنوع المشروع زي ما قلنا. طيب انا اعرف ان انتوا عندكم ما شاء الله هيستوري كويس جدا في المشاريع، فحابة اعرف ايه المناطق اللي انتوا بتخدموها، يعني ايه المشاريع او المناطق اللي انتوا بتخدموها عامة. بص، احنا كان بدايتنا زي ما قلنا يعني بتوفيق ربنا مناسبه جدا ان احنا مع ظهور العاصمه الاداريه، ودي اكبر منطقه احنا خدمنا فيها، او يعني لينا خدمات واضحه فيها، بحوالي 60 مشروع جوه العاصمه ما شاء الاداريه الله. الحمد لله. تمام، اكتر من 60 مطور يعني. القاهره الجديده واكتوبر لينا حوالي 20 مشروع. تمام، واحنا بنعمل فيهم نفس السكوب اللي انا قلت لك عليه دلوقتي. الاقاليم لينا برضو اكتر من 20 مشروع، عندنا دمياط الجديده، المنصوره الجديده، عندنا اسوان الجديده، عندنا قنا الجديده، وعندنا كمان اسيوط الجديده، وداخلين على المنيا الجديده مؤخرا، وسوهاج الجديده. يعني الصعيد بدأ يبقى واعي لنقطة التشغيل. بصراحه هو طبعا دي نقطه تتحسب لينا على فكره، من اصعب المشروعات اللي ممكن تنجح. واحنا الحمد لله عندنا سابقة اعمال كويسه جدا في دمياط الجديده، هنبقى نتكلم عنها. هي انك تنجحي في الاقاليم اصعب حاجه. لو نجحت في الاقاليم تنجحي في اي مكان، لانك بتتعاملي مع ثقافات مختلفه. والصعيد لا، محتاج توعيه اكتر بشكل عام. بصراحه الاقاليم محتاجه توعيه كبيره عن دورنا. هيبقوا دوركم بقى انتم تقولوا توعيه عن يعني السكوب اللي احنا بنقدمه، او دور شركات الاداره بشكل عام في انجاح المولات التجاريه او الكوميونتي اللي هي الكومباوندز والمشروعات السكنيه. النجاح ده هل بيبقى يعني مثلا بشوف مولات كتير بتفتح تعمل ضجة في الأول، تعمل حالة نجاح في الأول، وبعد كده الكيرف بينزل، تبدأ الخدمات والفاسيلتيز وكل حاجة بتحصل لها داون جريد، فده مثلا بيبقى سببه ايه؟ هي اسباب كتير. اولها عدم وجود استشاري اداره وتشغيل مكمل معاك المراحل كلها للنهايه. يعني المراحل دي بتبقى مكملة حتى بعد ما المول بيتفتح؟ لازم، لان هنا المطور ممكن يستغني عن شركه الاداره، لكن ما يقدرش يستغني عن دور الاستشاري الإدارة والتشغيل، لأن هو المفروض بيكمل معاه من المرحلة الأولى لغاية المرحلة الأخيرة. يكمل معاه، بيبقى الناصح بتاعه والمرشد بتاعه، لأن المولات التجارية علم كبير ومحتاجة مجهود كبير. فعدم نجاح المول من أهم أسبابه عدم وجود استشاري الإدارة والتشغيل. اللي بينتج عن عدم وجوده ده بقى إن الوديعة مش مكفية، فمفيش تسويق كفاية، الوديعة خلصانة، عندنا الاستهلاكات عالية، عندنا المشاكل كبيرة. كل ده اللي بيتحل في الفترة الأولى. عندنا مش عارفين خطة التسكين تمشي ازاي بمراحلها، عندنا مفيش تسويق للمول، عندنا كمان ان مش عاملين حساب التضخم والمصاريف وإدارة فاتورة الإدارة والتشغيل. حاجات، عناصر كتير، نقط كتير بتؤدي لفشل المول التجاري وعدم استثماره. طب لو موجود استشاري إدارة وتشغيل، هو دوره
حل المشاكل دي كلها بداية من التصميم، أو قبل التصميم دراسة المول والفلسفة بتاع التشغيل. يعني انا دلوقتي لو مستثمر وجاي عايز اشتري وحدة في مول او وحدة في كومباوند مثلا، ايه التشيك ليست او ايه النقاط اللي انا لازم اركز ان هي تبقى موجودة عند الديفلوبر قبل ما اشتري؟ يعني ممكن بتلاقي مستثمر بيختار على أساس السعر، مستثمر بيختار على أساس اللوكيشن، مستثمر بيختار على أساس المساحة، مستثمر بيختار على أساس طريقة الدفع. في الآخر خالص سواء مول تجاري أو كومباوند سكني، لازم المستثمر هو اللي يفهم إن في الآخر ده لازم يشتغل كمول تجاري عشان تقدر تكسب من كل اللي احنا قلناه ده. ولو كومباوند لازم تكون عندك خدمات كويسة عشان تقدر تكون حتى بتستثمر وتعمل ريسيل كويس. ولو سكنت تقدر تكون مرتاح. فلو مفيش وانا بختار مكان كويس ومطور كويس وسعر كويس وطريقة دفع كويسة، مفيش عندي استشاري إدارة وتشغيل، انت مش هتكمل الاستثمار بشكل كويس. في الدلتا هنا بالذات بلاحظ ان في كومباوندز كتير ومولات كتير هما مش ممنشنين اصلا ان في شركة لا استشاري ولا تشغيل ولا أيوة. ولا ما اي احنا حاجة. بقى نشوف النتيجة في الآخر. ما هو ايه اللي حاصل؟ ان حضرتك لو خدتي في كومباوند، خلينا نتكلم على الكومباوند مثلا شوية كده. لو انت خدتي في كومباوند وانا ما عنديش خطة أمنية وعندي أو خدمة الأمن كويسة، أو خطة ما بعد البيع. يعني أنا بعد البيع حضرتك ليك خدمات، عاوزة مظبوط. تدخلي الفرش بتاعك، عاوزة صيانة، عاوزة أبسط الحقوق، أمن بطريقة معينة، عاوزة دايما يبقى عندي خدمات جوه الكومباوند. فين الخدمات اللي جوه الكومباوند؟ فين أساسا الكوميونيتي مانجمنت، الحتة إن يبقى لك عندك مكان تقدري تنزلي فيه زي كلاب هاوس، تاخدي فيه خدمة كويسة، في ترفيه جوه المكان، في هنقول حضانة لبنتك أو ابنك. فين الخدمات دي ومدروسة ازاي؟ في مركز طبي المفروض يبقى جوه الكومباوند، زائد الخدمات، الخدمة بتاعت الصيانة، الخدمة بتاعت الأمن من الخدمات المهمة، خدمة زي ما قلنا خدمة ما بعد البيع، ان هو انت بتبقى محتاجة خدمات كتير جوه الوحدة بتاعتك. الخدمات دي لازم تدرس كويس جدا عشان يعني انت هتحتاجيها. خلينا نرجع تاني لشركة ام ار بي. انتوا بقالكوا سنين في السوق، فانا عايزة اعرف ايه رؤيتكوا اصلا المستقبلية وايه المشاكل اللي قابلتكوا قبل كده؟ احنا رؤيتنا المستقبلية بصراحة ان الكونسبت بتاعنا ده يبقى من ضمن اساسيات التطوير العقاري والاستثمار العقاري. هو ده اللي زي يعني يعني انا بقالي فترة بحاول اوضح الكونسبت ده في الماركت. واحنا كنا من اوائل الحمد لله الشركات اللي اتكلمنا اول ما طلعنا من اول عقد لينا ان احنا مسجلينه استشاري اداره وتشغيل عشان نوضح في الماركت الفرق. ومحتاجين ان الكونسبت ده يبقى من اساسيات اختيار المطور لمشروعه والمستثمر. فهو ده اللي احنا حابين ان شاء الله نوضحه في الماركت بشكل كبير يعني، او دي استراتيجياتنا او الجول النهائي بتاعنا ان يبقى ده من العناصر الاساسية في مرحلة التطوير العقاري. اول ما جينا ندخل سوق الدلتا، دخلنا سوق الدلتا سنة كام وايه التحديات اللي واجهتنا في سوق الدلتا؟ احنا دخلنا سوق الدلتا متمثلة في دمياط الجديدة، يعني طبعا بمشروع شركة القمة من المطورين المميزين هنا، مشروع موريا مول. دخلنا عشان ننفذ في الكونسبت بتاعنا يعني، ونوصل للنتيجة اللي احنا عاوزينها في السوق. دخلنا من 23 ل 24، بقالنا سنتين يعني. بقالكوا سنتين في سوق الدلتا. طبعا سوق مختلف شوية عن الفكر اللي في العاصمة. طبعا اه او في القاهرة عامة يعني اه عندنا. احكي لي بقى عن المشاكل او التحديات اللي قابلتك اول ما دخلت سوق الدلتا، يعني عقلية او السوق اصلا ادارته مختلف مختلف تماما عن طبعا. سوق العاصمة او القاهرة. طبعا فايه عشان الثقافة مش موجودة. يعني ثقافة يعني بالنسبة لنا احنا كشركة استشاري إدارة وتشغيل مش موجودة عند الاند يوزر، وهو سواء المستثمر أو المؤجر. هي موجودة بس مش يعني
ملوش سابقة أعمال شايفها أو شايف نتائجها وشايف فوائدها. يعني خلينا نقول إن إحنا دخلنا من سنة 23 سوق الدلتا، تحديدا دمياط الجديدة. طبعا دمياط الجديدة هي مطورة وبنية تحتية جديدة ومختلفة، ولكن لقينا تحديات. طبعا أهمها خلينا نقول التحدي الأول، أنت بتتكلمي مع ثقافة مختلفة خالص عن القاهرة. الاستثمار العقاري برضو مختلف، ليه ثقافة مختلفة. البنية التحتية من ناحية طريقة الاستثمار العقاري، خلينا نقول مبدئيا التجاري، مبني بطريقة مختلفة. زي ما انت شايفة واضح الثقافة معكوسة على المعمار اللي موجود، وبالتالي كان أكبر منافس لينا في إنجاح أي مول تجاري هنا كان الشارع بكل عوامله بقى. يعني الشارع بكل العوامل بتاعته، لان انت عندك محلات في الشارع ايجارها رخيص جدا، بالظبط. لا يساوي ثمن المتر في الاستثمار العقاري. من سوق مفتوح ايوه. لمول. انت عاوزه تتكلمي مع العميل، تقولي له الاول الفرق ما بين ايه هو الشارع او محل في الشارع او وحده في الشارع، وما بين المول التجاري. طبعا ده تحدي صعب ممكن جدا. الكونسبت ده مش واضح قوي في القاهرة، لأن دايما المناطق الجديدة بالذات في القاهرة تلاقيها معتمدة دايما على المولات، وفكرة الوحدات والمراكز السيبريت. التجاريه. فكرة الوحدات السيبريت دي مش بنشوفها كتير، يعني بالذات في المناطق الجديدة. يعني صح، مش موجودة بشكل كبير، ولو موجودة الأسعار يعني قريبة من بعض. هنا الفجوة كبيرة يعني. يعني تلاقي هنا المحل في الشارع أو الوحدة في الشارع مثلا 100 متر ب 3000 جنيه و 5000 جنيه. لما أنت دي تقولي له أنا هأجر لك 20 متر ب 15000 جنيه، بس ده مول. فهو هنا من ضمن برضو الاد فاليو اللي بتعملها من الاول MRB على التصميم، ازاي نحط فاسيلتي تميز المول، تخلي سعره في الاستثمار حلو. الموضوع فاسيلتي، تحدي صعب. ده تحدي صعب، خصوصا لما تخشي مول تلاقي ان لسه الفاسيلتي مش جاهزه، تاخدي مرحله كبيره جدا عشان تجهزيها. بس السكسسفul ستوري بتاعت موريا مول نيجي على بالنسبة موريا مول، ده بالنسبة كان حظنا حلو فيها. لا مش هو اجتهاد برضو ربنا، يعني انا من الحمد الناس لله. اللي ويتنس لده اه بشكل شخصي. إنك- كانت فيها تشالنجز كتير وفيها تحديات كتير، طبعا ان احنا نعمل نقلة كويسة للمول بحيث ان هي تتناسب مع رؤية برضو المطور طبعا ورؤية MRB للبروجكت يعني. طبعا هو بعد فضل ربنا طبعا. طبعا تحديات كتيرة زي ما قلنا، ولكن لولا دعم بعد فضل ربنا المطور وإصراره على نجاح يعني تجربته الأولى في موريا مول، ما كانش المول يعني ابتدى يبقى نجح. حلو أو جدا. الحمد لله هو في مرحلة من النجاح كويسة. على الأقل احنا بقالنا 3 شهور دلوقتي في تقريبا مرحلة البري اوبننج أو التجهيز للافتتاح مم. الكبير يعني بتاعه. واحنا وصلنا لمرحلة من اتمام البنية التحتية كبير جدا، وكمان خلصنا خطة تسكين 40%. ما شاء الله. ده بفضل من ربنا وإنجاز يعني. وفي وقت قصير وفي وقت جدا. قصير صراحة. تعاون المطور وإصراره زي ما قلنا، مجموعة القمة يا شركة القمة يعني في إنجاح المول، وإصرارها على إنجاح مشروعها هو من أهم أسباب نجاحنا. إن كمان في مطور مصدق الخطة بتاعتنا والكونسبت بتاعنا وماشي معانا فيها. ودي كانت النتيجة، إن إحنا عندنا قصة نجاح على الأرض. زي ما قلنا أهم حاجة على الأرض. الماركت فيه كلام كتير بصراحة. مظبوط. وبالنسبة في مجالنا احنا وشركات الإدارة والتشغيل، الكلام كتير. يعني ناس يقول لك احنا معانا مولات ومعانا أكبر مولات مش يعني أو يعني احنا متعاقدين. المهم شغلت، وهل شغلت ونجحت ولا عملت دور بسيط وخرجت. هي النقط هنا. نجاح موريا مول، وهو أول مول في دمياط الجديدة، يعني من أهم نسب نجاحه بعد توفيق ربنا. نتكلم على المطور. برضو من الحاجات النوتبل قوي في موريا انه احنا خلاص يعني في البري لونش، بس في نفس الوقت بقى نقطة ترافيك عالية جدا في دمياط الجديدة و... وانتوا يعني لسه بنظبط نظبط، لا لسه ما يعني فتحناش. سبحان الله. وسبحان الله بقى من النقاط. عايزة اقول لك على كل السوشيال ميديا الخاصة بدمياط وبدمياط الجديدة كمية ستوريز متاخدة من موريا، موريا صح. ما هو كمية ده التفاعل، تيك توكس. الانجيجمنت. بالظبط.
هي دي بقى هي طريقة الانجيجمنت هي حلو. دي بنتكلم طريقة إظهار المول بتيجي في إن على الأرض لازم تتكلمي عن الشكل الحقيقي للمول اللي متناسب مع نوع المول ونوعية. مين هنا اللي عمل زي ما حضرتك بتتكلمي الانجيجمنت الزائر. مظبوط. لو أنا بقى مش حاطط المنيو المناسبة للزائر هيجي ازاي؟ طب والمنيو المناسبة للزائر مربوطة بالمساحة المناسبة للمنيو، والمساحة المناسبة بالمنيو دي موجودة على التصميم، والتصميم لازم زي ما قلنا يتراعى ويتراجع ان يبقى فيه البنية التحتية المناسبة للنشاط وتحقيق ال ROI للمستثمر. شوفي النجاح بقى كام حاجة، والتحدي زي النجاح كام حاجة كتير. بتتكلمي على مساحة، بتتكلمي قصدي على دراسة، على تصميم، على منيو، على خطة تسكين، بتتكلمي على ROI، بتتكلمي على تحقيق نجاح او استثمار للمستأجر والمالك والمطور. طب ازاي وانا مش موجود من الاول؟ الموضوع صعب. صعب. هي دي التحديات، انك انت تقدري تحققي زي ما بنقول كده الكونسبت ده متكامل، يعني مش بطريقة فردية. طريقة فردية نتج عنه على مدار 20 سنة سلبيات كتيرة جدا للمستثمر والمطور وكمان الاند يوزر اللي هو الفيزيتور في مجال المولات التجارية او حتى الكومباوندز السكنية. لازم توحيد الهوليستيك فيجن ودراسة المميزات والعيوب والتحديات في الثلاث قطاعات: التطوير والاستثمار والاوبريشن، ودمجهم مع بعض. جات لنا خبرية كده ان انتوا هتفتحوا مقر ان شاء الله في الدلتا، فحابة بقى اعرف اكتر عن الخبر ده. طبعا لازم نفتح في الدلتا عشان الدلتا وشها حلو علينا، يعني لازم طبعا يبقى لنا مكان هنا عشان احنا بنتوسع سواء في دمياط الجديدة او المنصورة الجديدة. طبعا من المدن المنظمة وتبقى واعدة طبعا المنصورة الجديدة. برضو بنحاول نبقى لينا تواجد هناك، وإن شاء الله لينا تواجد في أكتر من مشروع. فلازم يبقى لنا مقر، عشان النقطة المهمة اللي أنا بوضحها في حتة المقر دي القدرة. يعني إيه القدرة؟ الابيليتي دي اللي هي هل فعلا استشاري الإدارة والتشغيل عنده القدرة في إدارة المشروعات اللي بياخدها بره القاهرة ولا مش موجود؟ هل هو فعلا عنده القدرة؟ طب احنا بناخد مقر عشان نقول ان احنا قادرين بالفريق بتاعنا. احنا بنشتغل تيم وورك، والفريق بتاعنا في كل اداراته من اول الانجينيرنج ديبارتمنت او الماركت ريسيرش حتى مرحلة الاوبريشن ديبارتمنت موجود هنا على الارض في مشروعنا اللي في دمياط الجديدة اللي هو موريا مول، وموجود كمان في المقر بتاعنا عشان يقدر يتابع بقية مشروعاته. فحتة التيم وورك ده، وان يبقى عندك الابيليتي والقدرة تبقى موجودة في اكتر من مشروع في وقت واحد في كذا قطاع في اكتر من مكان، هي دي القدرة وهي دي الثقة يعني اللي احنا بنحاول ندور عليها ونأد فاليو فيها لينا كMRB. يعني موريا مول فيه تفاصيل كتير قوي جدا وحابة اتكلم معاك فيها باستفاضة، فحاسة ان عاوز احنا حلقة ده. موريا مول عايز حلقة لوحده اصلا نتكلم فيه عن التفاصيل بتاعته. طبعا. الحلقة الجاية ان شاء الله مع باشمهندس محمد نكمل بقية التفاصيل فقط موريا مول ان شاء الله.